صبحكم الله بالخير جميعا. شرح اليوم شلون تزود نقاطك في سناب شات او ترفع السكور في حسابك في سناب شات. اول شيء تحمل سناب بلس، تقدر تستخدم سناب الرسمي لكن متعبة الطريقة. سناب بلس فيه ميزة انشاء مجموعة او جروب واضافة حسابات الى هذا الجروب، بعدين تصور سنابة وترسلها للجروب توصل جميع المضافين بضغطة زر. الان بنحمل سناب بلس. طبعا لازم انوه انه هذه الطريقة ممكن تسبب حظر للحسابات اللي ما وثقت ايميلاتها او ارقام تليفوناتها. ندخل على الحساب، لاحظوا النقاط 425. بعدها نروح على اضافة صديق عن طريق اليوزر نيم، ونضيف حسابات عشوائية وغير مستخدمة عشان ما تزعجون احد. مثلا نقول اي. كيف تعرف انه غير مستخدم؟ يكون ما تغير الاسم، يطلع لك نفس الكود اللي انت اضفته ولا تغير ولا يكون فيه ايموجي. بعد ما نخلص نضغط على ايقونة المجموعات ونسوي انشاء مجموعة جديدة نسميها اي اسم، ونضيف الحسابات اللي قبل شوي اضفناها لهذه المجموعة. تأكد انك ما اضفت شخص غير او شخص يستخدم حسابه. لا تضيف الا الحسابات الغير مستخدمة عشان ما تزعج احد. بعدها تصور سنابة. طبعا يفضل انك تضيف للسنابة مميزات اللي موجودة، مثلا تكتب، ترسم، تحط ايموجي، تغير فلتر. كلها هذه اشياء تزود في النقاط، وترسلها للجروب على طول توصل لجميع المضافين فيه. اذا كنت تستخدم سناب الرسمي حاول انك تحددهم شخص شخص، حساب هذه متعبة. ومثل ما تعرفون سناب الجديد في ميزة تصوير 6 سنابات مع بعض. الان قاعد اصور 6 سنابات مع بعض ابرسلها للجروب، معناته حوالي تقريبا اذا قلنا الجروب فيه 20 معناته انا ارسلتها ل 180 تقريبا سنابة او 180 سنابة. الان نشوف كم صارت النقاط. لاحظوا معي 976.